السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هاقول لكم فكرة حلوة هتسهّل عليكِ وقفة المطبخ لو أنتم عندكم عيون البوتاجاز وصلت مثلًا لمرحلة صعبة كده أو اسودِّت جامد منِّك، اتشعوطت، أي حاجة. تعالي هاقول لِك على طريقة سهلة جدًا تنضّفي بيها عيون البوتاجاز لمّا تكون شكلها مش عاجبِك. أول حاجة هتجيبي هتحطي معلقتين ملح ليمون ومعلقتين كربونات الصوديوم، وبعدين هنضيف عليهم خل. هتحطي عليهم خل، بعد كده هتسخني ميه مغلية وهتحطي على العيون كده بالشكل ده. يبقى كده احنا حطينا ملح ليمون وكربونات الصوديوم او بيكربونات الصوديوم، و حطينا الميه المغلية، ميه مغلية لازم. هتلاقي في فوران كده حصل الخل مع الكربونات، وبعدين هتحطي الميه المغليه وهتنقعي هتنقعيهم، هتسيبيهم كده من بالليل والصبح هندعكوهم مع بعض. تمام. طبعا هي اطول فتره احنا مش بنستخدم فيها. هنا انا حطيت كمان مسحوق اللي هو بريل مثلا او صابون سايل، اي حاجه عندك اللي هو ايه تنضف برضو. طبعا احنا بيتناها من بالليل، والصبح كده بصحى ادعكهم الاقيهم بصوا رجعوا جداد تاني، وكل السواد اللي عليهم راح. يعني الحوار ده مثلا ممكن اعمله مرة في الاسبوع، اللي هو التنظيف العميق بتاع البوتاجاز ده ممكن مرة في الاسبوع كده ابقى فاضية وافكهم واعملهم بالليل في الخلطة انقعهم، والصبح اصحى ادعكهم كده بمنتهى السهولة الاقيهم طلعوا. لان طبعا لو انتي في ساعتها عملتيهم بالخلطة مش هيطلعوا، لازم تنقعيهم عشان كل اللي عليهم يسيح ويدوب، وبعدين تدعكيهم بسهولة. هتلاقي كله بيطلع معاكي كده بالسلكة. تجيبي سلكة كده ناشفة وتعملي بيها، هتلاقي كل السواد طالعة معاكي بكل سهولة ومفيش اي حاجة خالص. طبعا انا قلتلكم من بالليل للصبح علشان دي يعني اطول فترة احنا مش بنستخدم فيها النار او البوتاجاز. يعني انت مثلا لو عملتي الخلطة دي وحطيتيها من الصبح ولا حاجة، هتقولي ايه ده، انا عايزة اعمل حاجة فلانية، عايزة اعمل اكل، عايزة اعمل شاي، مش عارفة ايه. بصوا رجعت كل السواد راح ازاي. كنت قايله لكم برضو قبل في فيديو تاني على اللهلوبة برضو، لو انت برضو ممكن تضيفي الخلطة اللي احنا عاملينها دي، برضو لو ضفت لها معلقة لهلوبة برضو بتبقى كويسة جدا. بدل البريل او الصابون السائل ممكن تضيفي معلقة لهلوبة برضو، هترجعهم بيلمعوا كمان. يعني انا هنا ما كنتش حاطه لهلوبة، كنت عامله عادي بيكربونات وخل وملح وبريل عادي صابون سائل وكده. فهم نضفوا، بس هتلاقي ايه ان هم مطفيين شويه، فانت لو عايزاهم يلمعوا هتعمليهم باللهلوبه برضو وهيرجعوا بيلمعوا خالص بقى. يعني اللهلوبه كمان لو عندك هتساعدك اكتر، مش عندك خلاص هتعملي زي ما انا ما عملت كده. بصوا شكلها عامل ازاي. يعني انا عندي البوتاجاز بيتبهدل بسرعه، مش عارفه ليه. يعني زي ما بقول لكم كل اسبوع بعملهم وابص الاقيهم اسودوا كده. بس بتبقى يعني ايه، بتبقى حاجات خفيفة كده اللي هو ايه بتطلع بسرعة، يعني مش حاجات بقالها فترة او كده، لا بتطلع بسرعة برضه. ففترة الليل هي اطول فترة ان انتي تفضلي نقع الحاجة في من بالليل، عشان خاطر الصبح تدعكيهم يطلعوا معاكي، وتبقي قعدتي فترة طويلة نقعاهم من غير ما تحتاجي ان انتي تحطيهم بقى او تستعجلي عليهم عشان انتي عايزة تستخدمي البوتاجاز مثلا او كده. يا رب الخلطة دي تكون مفيدة، تكون عجبتكم. نفس الخلطة دي انا بعمل بيها الشفاط
بنضف بيها والمع بيها الشفاط. برضو نفس الخلطة دي ممكن تعملي بيها السيراميك، تدعكي بيها الدهون اللي على السيراميك مثلا اللي هي بتكون ورا البوتاجاز وكده. يعني الخلطة دي الصراحة هي رائعة. لو انت ما عندكيش اللهلوبة دي خلطة رائعة جدا كبديل للهلوبة. ويعني هي خلطة جبارة الصراحة. انت حتى لو عملتي كربونات وخل بس ودعكتي بيهم اي حاجة هتلاقي الحاجة اللي عندك دي بتلمع. اي حاجة بقى، شفاط، سيراميك، ارض، اي حاجة عايزاها تنضف او عليها دهون كتير او سواد او اي حاجة، فكربوناته منتج رهيب الصراحة. حتى ممكن نلمع بيه الرخامة، الحوض، بيدي لمعة جميلة قوي للحوض. يعني احنا طبعا في فرق بين الحوض النظيف والحوض اللي بيلمع، ففي حاجات معينة كده بتلمع الحوض زي كربوناته زي اللهلوبة. الحاجات دي برضو ايه بتلمع الحوض حلو قوي. مش عايز اطول عليكم، بس انا قلت ايه اوريكم ان العيون كلها طلع منها السواد اللي كان عليها وكلهم بقوا حلوين وبيلمعوا. حتى اللي هي البتاع اللي بتبقى عليهم دي نفس الكلام. وعلى فكرة الخلطة دي لو انت حبيتي تنقعي فيها اي حاجة استلس مثلا، البراد بتاعك مثلا عليه حاجة لونه باهت، اي حاجة هي بتلمعها. زي مثلا المعالق بتلمع برضو، المعالق او اي حاجة نحاس، ألمونيا، اي حاجة عندك مصدية لونها مطفي، لو انتي نقعتيها مع الحاجات دي كده من بالليل مع الخلطة دي، ممكن تعمليها كده مثلا في حلة كبيرة ولا حاجة، وتقومي حاطة فيها كل الحاجات اللي انت عايزاها تلمع او تسهل نظافتها. مثلا الصبح بقى تقومي تاخدي السلكة وتشيك تشيك تشيك تفضلي تدعكي، هتلاقي ان المعالق رجعت. انا جربتها في المعالق جميلة. يعني كان عندي المعالق كده من تحت فيها لونها متغير شوية، ولما عملتها ودعكتها بالسلكة تاني يوم حطيتها يعني في الخلطة دي ودعكتها بالسلكة تاني يوم، اتفاجئت ان هي لمعت خالص المعالق بتاعتي وبقت كأنها جديدة. وكل اللون اللي كان عليها او كده الزنهرة دي كلها راحت وبقت كأنها جديدة بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده كل حاجة بقت زي الفل. بصوا البوتاجاز بعد بقى ما خلصت وركبته ما شاء الله